تعالى بقى الهيصه تانية، ما النهارده عنوان الحلقه هيصه، الاغنيه اللي قلت لك في الاول، بس احنا غيرناها من هيصه لزيطه. من كان صديق الامس اصبح عدو اليوم. احمد شوبير احد ابرز الاسماء في عالم الاعلام الرياضي المصري. شراكة طويلة مع قنوات اون تايم سبورت انتهت فجأة بطريقة مثيرة للجدل والتساؤلات عن ماذا حدث وكيف تغيرت الامور بين ليلة وضحاها. في الوقت اللي كانت كل الناس بتتنفس الحزن على وفاة أحمد رفعت وانشغال الرأي العام والسوشيال ميديا في القضية اللي كان فيها قدر كبير ومحاولات على تعتيم الحقيقة، أو بالمعنى الأصح كل واحد بيرمي التهمة على غيره ويتهرب من المسؤولية، بتقرر قنوات اون تايم سبورت فسخ عقدها مع شوبير. القرار اللي جه من غير أي مقدمات وخلق عاصفة من التساؤلات، مع إنه من أسبوعين بس كان في لقاء لأحمد شوبير اتسأل عن إنه ممكن يسيب قناة اون تايم سبورت، بس كانت الإجابة أنا هنا سلطان زماني وشركة المتحدة بتقدرني، لتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويطلع قرار إيقاف شوبير. طيب هتسألني السبب ورا الإيقاف ده إيه؟ هقولك يا سيدي تعددت الأسباب، بس السبب الوحيد اللي الشركة طلعت بررت بيه هو عدم التزامه بالمهنية. هو أصلا في كم شخص في الإعلام المصري ملتزم بالمهنية والقواعد؟ بس خلينا متفقين إنه ما خفي كان أعظم. في الفترة الأخيرة كانت العواصف لا تهدأ في وجه أحمد شوبير، عواصف من الانتقادات والاتهامات، وده لأن ناس كتير اتهمت شوبير إنه كان يعرف حقيقة الضغط اللي تعرض له أحمد رفعت بحكم إنه كان نائب نادي فيوتشر، وبالرغم من كده كان تعقيبه بعد ما أحمد وقع في الملعب وقلبه وقف ساعة كاملة إن في لاعيبة أوقات ما بتاخدش بالها من المكملات الغذائية اللي بتاخدها وبيكون فيها نسبة منشطات، والناس هنا انقسمت نصين. منهم ما صدقوا ومسكوا في القرار علشان التراكمات من أيام أحداث بورسعيد والتراس الأهلاوي وقالوا عليه سرطان الإعلام، وفي اللي شاف إنه كبش فدا عشان يهدوا الرأي العام، وبالذات بعد كلامه عن اللاعبة شهد واللي كان في شبه تأييد لتصرفها لدرجة إن وصفوا بالتلاحم البسيط، ويمكن ده زي ما بيقولوا القشة اللي قسمت ظهر البعير، وزاد من الهجوم عليه وكان دافع للقناة تاخد قرار بالإيقاف. بس الغريب إنه في الحالتين كان الكل مرحب ومتفق على قرار الإيقاف. تخيل، من تصريح إلى آخر ومن تعليق إلى آخر بدأت الأمور تتعقد. أحمد شوبير الرجل الذي كان دائما يتحدث بثقة وجد نفسه في مرمى النيران. نهاية قصة وبداية أخرى. هذا هو عالم الرياضة، حيث لا يوجد استقرار دائم وكل لحظة تحمل في طياتها تفاصيل جديدة، بس الأكيد إن في دايما اللي واقف ورا الكواليس وبيدير الأمور.